اوفر في هذا اللقاء. يفوز من يفوز، ولكن يلا زمان سامح وتعالى عايز تحل دافع في فريق ابو عوض. التنفيذ حاول الاخطار الهجوميه، ولكن من جديد تاني حرب زي الاحمر بايرن ميونخ ولكن يا عيني على التغطيه، يا عيني على بشكل جميل وبتسديد على اعلى مستوى. طبعا لاعب كبير ولسه طبعا ان قدرة الورده الحيطه فيها سامح، لعيب كبير هذا اللاعب سامح طعيمه. عمال بقول له ربنا بتمنى لك طبعا يا ريت يا احمد والله وهديك كل اللي انت عايزه. ادي انطلاقه من جديد، فرصه سامح قائمه على طول، حاضر وموجود ولسه قائمه، لكن يا سلام يا عمدود، يا سلام يا عمدود. وطبعا انت عارف وربنا يستر. ادي انطلاقه من جديد، فرصه يا عيني على الواحده والثاني، فرصه ولكن حكم اللقاء مد هنا ما فيهاش حاجه. حكم اللقاء ازاي يحسب يا فريق ابو عوالي بحارس المرمى محمد اشرف، طبعا يباشر الوحده اثناء الشوط الاول من هذا اللقاء. بدلا من عطاء يشير فيها حكم اللقاء. طبعا اللي اتمنى له التنفيذ في الشوط الثاني على غير ما قالوا وعلى غير ما وجهوا فيه. طبعا الروح الرياضيه، وطبعا لو كل الناس اللي تعرف او كل الناس اللي بتسمع او كل الناس من يتابع كره القدم للمعلق وجهه النظر الخاصه ولحكم اللقاء قراراته الخاصه ايضا. هذه انطلاقه من جديد وما زلت مصر انطلاقه يقدم لنا ايه؟ لو شاط حلوه التسديده، حلوه التسديده. بقي ان يختار من هو افضل لاعب في المباراه، سيختار الكابتن عبد العزيز ممدوح افضل. شكرا للكابتن سيد عبد السند، شكرا للمحلل الفني كابتن حسن العبكاوي، كابتن ابو سلام ونجح عبوبه في التصدي لاكثر منكم. ادي واحده خطوره من جديد وهناك تغيير في صفوف فريق كاس الكيسه بنزول اللاعب محمد سعيد احمد سعيد بدلا من اللاعب مصطفى كمال على طول. نعم لكم التحيه والاحترام، وان شاء الله تكونوا قابليننا، ودي حقيقه انا مش صغير، احنا ناس يعني كبار في السن، بنجيلكم ليه بحبكم. وكابتن نور طبعا بيبقى ليه وجهات نظر وانا ليه وجهات نظر، كابتن سيد وبيتابع معاكم اللقاء. خلاص امام الله، بحاول تاني رد عليا وقول انا جاهز للمشاهد المجامله. حلو يا اشرف، حلو لكن بتروح لسه وبيحاول الكوره مره ثانيه وبتوصل احمد سعيد في الاول، لكن امونه يتعلق نادي امونه مطعم ديه، امونه مطعم امونه كبيره. فلو عدت الحيطه ما حدش هيلاقيها، لازم حد بس بره قلت لك لو عدت الحيطه طبعا حاجه الشرف هنا ممكن تعمل رد صحيح، الحاجه بتعمل اثنين بس. طبعا كان لعيب كبير هو يفتش حاجه والنجوم يا حماد الضربه الحره حماده وعندنا تاني منطقه وضرب لسان. قلنا ابو عوالي لو ركزت كده تقدر تخطف.
ارض الملعب. كله بيشوح وكأنه بتنادي في نفسه، محدش عنده حاجه. الشباب اللي قدام الماسوره قاعد على الارض، قاعد يا حبيبي. ابو اليوم ضربة جزاء محمود كمال ومحمد اشرف وجه الوجه. اولى ضربات واجمل الضربات، ضربات على طريقة اللعيبة الكبار، كبار محمود كمال في منتهى الجمال، وضع البطاقة التهديفية عموما لصالح حشيشة. هاي الجمهور يسعد. حماده بكر افضل لاعب في المباراه تم اختياره من قبل الكابتن عبد العزيز ممدوح، يعني بوجهه نظري افضل لاعب ايضا في المباراه عبد الرحمن حموده. وجه الوجه، هل عموده ينتظر ام حماده يسجل؟ وبالفعل التعادل ما زال هو العادل في احداث هذا اللقاء. من صاحب الضربه الثانيه كابتن صلاح؟ واحد اللي هنشوف كيف محمد مرعي بيعتمد على الكوره على الشيخ محمد، ودي الضربه جدا فريق اهلي التسليم. واقف محمد اشرف ومحمد اشرف ومحمد مرعي. هنشوف اللي هيجرى وايه اللي هيحصل. ولا محمد مرعي ومحمد اشرف ومحمد مرعي هيلعب عالم جدا. محمد مرعي في داخل حسام عاطف، احمد عاطف، حسام رمضان اللي داخل. يلا اسلام لعيب برضه من اللعيبه الصغيره اللي بيعتمد عليهم السيد فرج في هذا اللقاء. الضربه الثانيه وعلي حيواني داخل على طول اسلام رمضان. يلا اسلام، يلا يا محمد. سنين طويلة سامح طيبان او بدأت تنتهي اللقاء. ولا سامح روح السعودية طبعا موقف الناس تبعت طبعا عشان ما يأثروش على حارس المرمى ولا على الهجوم في حضور خالد جميل وخالد ودار الاثنين او خالدان. هيشوف سامح طيبان. ولا سامح اليوم ضربات الترجيحية من أربعة محمد اشرف. محمد اشرف بتعينه ألف مبروك لفريق حشيشة. ألف مبروك لفريق حشيشة. عرض لك فريق بهوالي. وألف مبروك للعز درويش. أنا بحيي عبودة جدا. أنت هتعتبر نصف الفريق النهارده. تحقيق الجول النهارده بعتبر نصف الفريق. شكرا لفريق حشيشة. سن عبد العزيز فين؟ يعني انت بتصور خالد مين معايا؟ ما تمشيش معايا خالد، مشيش معايا.